بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ نكمل الدرس التاني من ورشة التصميم الداخلي بسكتش أب. المرة اللي فاتت وصلنا للمرحلة دي، وهي إن إحنا عملنا الموديلنج بتاع الأوضة وبدأنا نشتغل بعض البلوكات أو الموديلز اللي إحنا بنعملها بإيدينا، زي عناصر الإضاءة دي والتلفزيون والتي في ديسك ده وطبعا الديكور ده والديكور اللي ورا السرير. في الدرس ده ان شاء الله هنبدأ نكمل على الشغل بتاعنا. هنبدأ الاول في الاضاءة. طبعا واحنا شغالين التدريج اللي احنا هنمشي بيه اللي هو الموديلنج، وبعدين طبعا مش موديلنج كامل، موديلنج بسيط الاول عشان نبدأ نحط فيه الاضاءة، عشان بعد كده نبدأ نشتغل على البلوكات والماتيريال. فهنفترض ان احنا ان شاء الله هنبدأ نشتغل على اللايت دلوقتي او الاضاءة دلوقتي. اول حاجه هنيجي نعملها هي اضاءه السقف، اللي هي بيت النور اللي جوه ده، اللي هو الهيدن لايت، اضاءه مخفيه. عشان اعمل الهيدن لايت دي هنستخدم الفي على طول. واللي هنعمله اضاءه هنستخدمه من اللايت، مش هنستخدم اميسيف. في طبعا احنا كل اللي احنا بنشتغله ده بيبقى ليه كذا حل او كذا طريقه، يعني زي ما بيقول كده لكل شيخ طريقه. بس احنا غالبا هنستخدم بقى اللي هي الحاجات الأوقع الأكثر واقعية. هنيجي هنا ناخد السقف ده الناحية دي شوية، مثلا 10 متر. طبعا هشيل السطح ده عشان أقدر أشوف الجزء اللي أنا هحط عليه الإضاءة أصلا. وأبدأ من هنا أقول له إن أنا عاوز أحط ريكتانجل. أجي أختار الريكتانجل بتاعي من هنا لهنا مثلا. أقول له لفهولي شوية كده 15 درجة، عشان الإضاءة دي تخبط في السقف فتبدأ تظهر لي من بره. بس هنا الإضاءة هتظهر من اللون الأبيض اللي هو الوجه الأبيض ده، فأنا عاوز أشقلبها. هاجي هنا وأقول له فليب لونج بلو، فيبدأ يشقلبها لي بالشكل ده كده، فالأبيض يبقى فوق. طبعا أنا هعمل ده كومبوننت على طول. ليه؟ لأن أنا هبدأ أكرر السطح بتاع الإضاءة ده، مش هعمل إضاءة جديدة، فعشان ما أجي أغير في واحد بعد كده يتغير في كله. هاجي هنا واروح مثلا قايل له لفهولي 180 درجة، وابدأ اظبطه. واجي هنا اقول له لفهولي 90 درجة، وابدأ اظبطه الناحية دي. اقول له سكلها لي. انا بسكلها اتجاه واحد بس، يعني هي ما زالت نفس المساحة. واجي هنا برضو اقول له لفلي دي 180 درجة. اي نعم مش هشوف اللي ورا دي، بس يمكن حد يحتاج ياخد لقطة تانية. وممكن اخليهم جروب مع بعض او كومبوننت، مش تفرق لان مش هتتكرر تاني. جروب مع بعض اهو. وابدأ من هنا اقفل المستوى بتاعي اللي انا كنت فتحته. واخلي ده جروب برضو على بعض، ما هو اصلا جروب صحيح، ده هو جروب اهو. ارجع اقول له ارجع لي ال10 متر بلوك، وابدأ اعمل تيست. بس قبل ما اعمل تيست هدي الماتيريال البيضة بتاعت السقف دي ماتيريال، اديها اي لون كده، وابدأ اقول له اعمل لي ريندر. طبعا انا هوقف الريندر لان الريندر خد وقت اطول شوية. هو انا المهم عندي ان احنا كنا نشوف الإضاءة بدأ يبقى شكلها عامل ازاي. في البداية طبعا انا هقلل الاعدادات عشان ما ياخدش وقت بالطريقة دي كده. هخليه مثلا 600، وهخلي اللايت كاش 400 مثلا.
بيبدأ يقلل وقت الريندر شوية. انا بعد كده هبقى اخد ريجون على العنصر اللي انا هرندر عليه وخلاص، بدل ما ياخد وقت طويل بالشكل ده كده. هنا خلاص انا شفت الاضاءة المخفية دي شكلها عامل ازاي، لقيتها تمام، بس غالبا ما تبقاش بيضة قوي بالشكل ده كده. فهنبدأ نديها الورم لايت بتاعتها. هاجي هنا وابدأ اقول له عدل اللايت دي، كليك يمين واقول له edit light. انا عملت معاك ايرور لانها عملت معايا برضو، ففك كومبرنت او وارجع اعمل كنترول زد تاني، يعني فكه واعمل له اكسبلود واحده فيهم، وارجع اعمل له كنترول زد تاني. ما عملتش خلاص، عشان بس الناس اللي هتقابلها المشكله دي. هنا هنخلي الكالر بتاع الورم كالر اللي هو حاجه قريبه من الصفر شويه كده، ونقول له اوكي. هنسيب الشده طلعت مظبوطه خلاص تمام. هبدأ اشتغل على عنصر تاني، مثلا السبوت ده هبدأ اظبط الماتيريال والاضاءة بتاعته. الاضاءة بتاعته اخليها، طبعا عشان احنا كنا عاملينه كومبوننت. لما تيجي تعمل الاضاءة دي هنخليها كده مثلا، وبعدين نبدأ نقول له اديها لنا اميسيف. الاضاءة بتنقسم جزئين، جزء اللي هو العنصر بتاع الاضاءة نفسه، اللمبة مثلا او السبوت او النجفة او الكلام ده كله، ده لازم ينور لوحده، لازم يضيء لوحده، وبعد كده ابدأ اديله الافكت باللايت. فهنا مثلا انا هبدأ اديله لون ابيض مثلا او ورم برضو، هنقول له اميسيف، هنخليها 25، نبدأ ب25، نخلي ده مصفر شوية، وبعدين نقول له اوكي. نيجي نرندر، هنلاقيه اسود معانا، ما بداش الاضاءة بتاعته. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا عملته جروب في الاول، فاعتبر ان اللايت ده او العنصر او السطح اللي انا عملته لايت جزء من البلوك كله على بعضه. ايه الحل؟ الحل بسيط، ان انا امسح ده وارجع بس احدد عليه كده، اقول له ان ده لوحده اهو. خلاص كده، خلاص الموضوع انتهى. كأني بفكه تاني. يعني مشكلة البرامج كلها في موضوع ان احنا مش فاهمين هي بتتعامل مع الاصل على اساس هي ايه يعني. فهي دي المشكلة بس في البرامج. تيجي ترندر بعد كده خلاص هتلاقيه ظبط معاك ان شاء الله، بدأ ينور معاك اهو. طبعا انا قفلت الريندر بس عشان نبدأ ما نعملش بقى حاجة كده، لا احنا هنبدأ نستخدم ده كده ونقول له احنا عاوزين ندي ده ذهب، يبقى لونه ذهبي شوية. فهنبدأ نخلي الكلر ده قريب من اللون الذهبي، حاجة زي كده، وابدأ اديله الخصائص بتاعة الذهب. لو هنا ده انعكاس عادي خالص، فهاجي اقول له لا انا عاوز الانعكاس بتاعه اي ار 12 مثلا، وهاجي اقول له انا عاوز الفلتر ده قريب من الاصفر كده. اوكي، عشان الانعكاس بتاعه يبقى اصفر، مش ملاحظينها قوي. هاجي ابدا اقول له على الجلوسنس ده خليها لي مثلا 8، ودي 8 مثلا. فاجي اقول له ريفيو، يبدأ يديني لون ذهبي شوية كده. نيجي نرندر عشان نلاحظها، بس هناخد جزء بقى، مش هنقعد نرندر زي ما احنا قلنا كده. هلاحظ هنا انه بدأ يتظبط معايا، هو بدأ يبقى فيه انعكاس شوية عليه، بس عشان ما فيش عناصر تحت يقدر يعكسها فمش واضحة معايا قوي. فهنبدأ الأول نشوفها على بعضها كده. هنلاقي فعلا ان السبوتات كلها بدأت تنور، هي كل السبوتات بدأت تنور بالشكل ده. انا ببقاش عاوز اشوف شكله عامل ازاي، بس مش عاوز ان انا ارندر رندر كامل عشان بس ما ياخدش وقت. نيجي بقى نشتغل على الافكت بتاع السبوتات دي. انا عندي هنا 3 اتجاهات او 4 اتجاهات للسبوتات دي. اول اتجاه اللي هو اتجاه ناحية الحيطة اليمين، واتجاه ناحية الستاير، واتجاه ناحية الحيطة الشمال دي، وفي اتجاه اللي هو اللي ورا، مش مهم اللي ورا. احنا هنعمل ال3 دول بس عشان هم دول اللي هنشوفهم. فهاجي هنا اقول له انا محتاج ال5 دول يكونوا حاجة واحدة، فاقول له ميك يونيك،
عشان لما اعدل في واحد فيهم يتعدل في التاني. المفروض الاتنين دول زي بعض والتلاتة دول زي بعض، مش مشكلة. احنا هنمسح دول عشان انا كنت بجرب في الاول بس، ونحط ده هنا وده هنا عشان يبقوا حاجة واحدة. الخمسة دلوقتي بقوا حاجة واحدة. لو جيت هنا هنخلي الباقي دول ميك يونيك مع بعض، هما فعلا مع بعضهم، وهتلاقيهم مش مع دول عشان انا كنت ظابطهم. فانت برضه هتعملهم بنفس الطريقة ميك يونيك كده، يبقوا دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم. ليه دول لوحدهم ودول لوحدهم؟ عشان اما اجي اشتغل على الاتجاه الاسبوتات اللي انا احطها او الاي اس اللي انا احطها يبقى لوحده. يعني هنشوف دلوقتي كده، بس نحرك دول عشان نعرف نشتغل عليهم نخدمهم. مش لازم تخفيها عشان ما تعملكش مشاكل، خليها بس كده. ونيجي نحط السبوت في الاي اس في السبوت ده مثلا، في السبوتات اللي هي على اليمين دي. هاجي ابدا اشتغل، احط الاي اس وابدا اسكله، انزله شويه وابدا الفه ناحيه الحيطه. ناخده من على اي حيطه بس كده، نلففه 20 درجه مثلا، وابدا اتاخره كده. ممكن ابدا اقول له مش مهم عندي ان يكون لازم ولا مش لازم، يعني هي هتبان التأثير بس بتاع الإضاءة. هاجي هنا اقول له edit light، وبعدين اقول له انا عاوز يكون warm light برضو شوية كده. الحيطة هتبقى بيضة فما تبقاش كله ابيض في ابيض كده. هنخلي الباور دي 100,000. احنا طبعا في الاي اس بنتعامل مع بالالوفات. هاجي هنا في الفايل واقول له مثلا عاوز فايل 2، واقول له اوكي. همسك العنصر ده كده وابدأ الفه تاني كوبي على 90 درجة، وهبدأ اخده من هنا احطه هنا او هنا من البداية هنا، وتخرج شوية كده. طبعا انا هاخده كنترول اكس فيتعمل قط، واجي هنا اقول له بيست ان بليس عشان يتنسخ في نفس مكانه ويبقى في الاتجاه التاني. هاجي عليه او اخد واحد الناحية دي كده، اقول له لفهولي 95 درجة، اخده كوبي 90 درجة. وبعدين ابدأ اقول له خدهولي من هنا لحد هنا، واقول له قط، وادخل جوه هنا واقول له بيست ان بليس فيتعمل له نسخ بالطريقة دي كده. طبعا هنا تكرر، انا خدت كوبي، لا المفروض التاني ده اللي يتمسح بالشكل ده كده. نبدأ نرجع ده مكانه 10، وابدأ ارندر. هاجي هنا على الفريم بفر واقول له ريندر. دي المفروض الصورة كده بعد الريندر، المفروض ان هو بدأ يظهر لهوة الإضاءة على الستاير وعلى الخشب بتاعي او الحيطة بتاعتي. تقريبا الإضاءة كده شكلها حلو إلى حد ما. طبعا مفيش ماتيريال لسه اتحطت ولا أي حاجة ولا انعكاسات ولا الكلام ده كله. هنبدأ بقى ندي شوية ماتيريال كده بسيطة عشان نبدأ نحط الفرش ونبدأ نشتغل ريندر على طول. طبعا واحنا شغالين ريندر هيبدأ برضو، طبعا واحنا شغالين ريندر برضو هيبدأ يقابلنا شوية حاجات كده، مشاكل في الإضاءة، في إضاءة عاوزة تزيد، إضاءة عاوزة تقل، الإضاءة بتاعت الصورة نفسها عاوزة تظهر شوية. ده كله إن شاء الله هنبدأ نشتغل واحدة واحدة احنا ماشيين. طبعا الإضاءة بتاعت الحيطة دي لاسعة شوية هنا، فهنبدأ نتخرها مبدئيا كده
هنبدأ نتاخر الإضاءة دي من الناحية دي شوية. نبدأ ندي بقى الخصائص بتاعة الماتيريال بتاعتنا. هبدأ مثلا ألاقي إن الخشب ده فيه شوية انعكاس، فيه خشب غير الخشب اللي أنا حاطه ده، فنبدأ نعدل عليه. هاجي هنا واروح محدد الماتيريال بتاعت الخشب دي، وادخل جوه من الماتيريال اديتور واقول له في الديفيوز انا مش عاوز الخشب ده، انا عاوز خشب تاني، وليكن الخشب ده. طبعا انتوا منزلين الماتيريال دي، واقول له اوبن اوكي. الخشب ده المفروض يبقى فيه انعكاس. هاجي هنا وابدا اديله ريفليكشن. الريفليكشن بتاعي هسيبه 1.55 اي ار، وهنا هاجي اديله 8.5 8.5. ابدا اقول له بريفيو، فيبدا يظهر لي الانعكاس عليه. طبعا مش كل شويه بقى هبدا ارندر، احنا المفروض عارفين الكلام ده كله، بس احنا هناخد جزء الخشب اللي انا عاوز ارندره. هنلاحظ هنا ان الانعكاس بدأ يبان على الخشب اللي احنا عاملينه، السبوت ده بدأ يبان هنا اهوت. يبقى كده تمام. طبعا عشان مفيش عناصر تانية زي الفرش والكلام ده كله مش باين هنا. نبدأ ناخد حاجة تانية ونشتغل عليها، مثلا الأرضية والخشب والانعكاس اللي على التي في ديسك ده. هاجي هنا وأبدأ أدي ده ماتيريال البلاط، نخليها 2 مثلا. اوكي. اجي هنا هلاقيني عاوز اظبط السكيل شوية، اقول مثلا اخليه 4، يعني مثلا في الحدود دي. لا بس انا هخليه مربع مش هخليه مستطيل كده، نخليه 4 على 4. من هنا ممكن اخلي ده 3 بس. طبعا ده المفروض انه ياخد نفس الماتيريال بتاعت السقف الحوائط. بضغط شيفت طبعا عشان يتعمل كله على بعضه. بعدين اجي ابدأ اديله الانعكاس بتاعه ريفليكشن، وبعدين ابدأ اديله مثلا برضو 9. لا احنا كده مختارين الحوائط، هنشيل الانعكاس اللي في الحوائط. وممكن برضو الحوائط يبقى فيها انعكاس بس احنا مش هنحط، يعني مش مهم. احنا هنختار البلاط، نبدأ نحط ريفليكشن، ابدأ اخلي ده 9. طبعا بعد كده لما تيجي تزود الجودة ونقاء الصورة دي، هتبدأ تزود السب دايف دي او السب ديفيجن. الاختصار بتاع سب دايف بس هي المفروض انها سب ديفيجن. هتيجي هنا طبعا تخليها 16، هنعملها مضاعفات 8 16 32 64 128 وهكذا. هاجي هنا واقول له مثلا ان انا عاوز اشتغل على اللي هو الديسك ده كده. فهاجي ممكن اسيب الخشب ده زي ما هو، ممكن احط خشب تاني، يعني ممكن اجي هنا. انا هنا مش فاكر كان خشب ايه، كان خشب زي ده تقريبا، هو تقريبا نفس الخشب. فمش هحتاج بقى، خلاص بقى انا كده مش هحتاج ان انا ادخل ماتيريال، انا هروح واخده هو كده واروح حاطه مكانه هنا بالشكل ده. هاجي على الاجزاء البيضة دي، اديها اي ماتيريال وبعد كده اخليها بيضة، يعني دي كده محمرة شوية. هاجي من هنا اقول لا دي بيضة بالشكل ده كده، وفيها انعكاس. الانعكاس ده مش هديله جلوسنس عشان يبقى بيعكس شوية.
هاجي على التلفزيون واقول له مش عاوزه اسود صريح كده، او ان انا هديله انعكاس بس الانعكاس بتاع ريفليكشن ممكن ازود الاي ار بتاعته واخليها 2.5. هاجي هنا اقول له ما تخليش الانعكاس اسود او ابيض، لا انا عاوزه اللي هو الدرجة دي كده. ايه الدرجة دي؟ حاجة زي كده بس تقريباً، نخليها كده. مثلا حاجة قريبة من كده. احنا هنجرب بعد كده برضو نشوف هتظبط معانا ولا لا. يبقى احنا كده عملنا التلفزيون. نعمل العنصر ده طبعا نفس الماتيريال. ده ممكن يبقى ماتيريال مختلفة، نحط له. انا مش فاكر كانت ايه الماتيريال اللي فيه. هي تقريبا نفس الماتيريال برضه، بس احنا ممكن نغيرها المرة دي، يعني ممكن نخليها الماتيريال دي ولا حاجة، او اي حاجة تانية يعني مثلا. ماشي نخليها الماتيريال دي كنوع من التغيير يعني. وهقول له ريفليكشن برضه، وهنديله البروسنت بتاعه مثلا 8 و8. يعني حاجة بالشكل ده كده. المفروض طبعا ان انا هديها له كله على بعضه، هديها المجسم ده كله على بعضه. فهاجي من هنا لانه جوه شايفين انه فيه لون رمادي، هاجي من هنا وابدا اقول له كليك يمين ابلاي ماتيريال تو سيلكشن، فيبدا ياخد من جوه ومن بره. طبعا المفروض ان ده ازاز. الازاز ده طبعا ممكن نخليه شفاف قوي. ونديله الانعكاس والانكسار. طبعا الازاز بيبقى عاكس وكاسف في نفس الوقت. ونقول له بريفيو. خلاص انا مش بدي قيم تاني بقى، هو كده كفايه. بتعمل لي ازاز بالشكل ده كده. هبدا ادي الاضاءه الافكت بقى بتاعي. هاجي هنا مثلا ممكن نتاخر دي شويه بس قبل ما نحط اللي هي الابواب والشبابيك اللي في العنصر بتاع الاضاءه ده. نتاخرها بس كده 20 سنتي ولا حاجه، على بال ما نحط السفير. برضه تبقى حاجه بالشكل ده كده. ممكن تصغر شويه، نخليها 100 مثلا أو 150، ونخليها ورم. اوكي. طبعا هنقول له ان احنا مش عاوزينها effect reflections عشان الاضاءة دي متبانش تحت، وعاوزينها برضو تكون invisible، مش عاوزينها تكون مرئية. فاجي من هنا تاخرها 20 سنتي كويس. طبعا اللي حصل هنا المفروض ان نكرر في الجزء التاني اللي هو ده، بدل تكرر برضو السفير تحط هنا هي. هنا المفروض ان في اضاءة ورا الجزء ده، يعني احنا هنا كنا لازقينه في الحيط تقريبا. هنا المفروض ان في جزء اضاءة هنا. لا احنا تقريبا سايبين له حتة اهي، اه سايبين له فراغ هنا اهو. فنبدأ نحط الإضاءة دي. همسك العنصر بتاع البلوك اللي هو ظهر السرير ده واخرجه بره، مثلا 1. وبعدين أبدأ أحط عليه الريكتانجل. إما إنك أنت تحط ريكتانجل يعني فريم كده، ريكتانجل كده وكده وكده، أو إنك أنت من أوله لآخره تحط ريكتانجل بالشكل ده كده. تحطه كده وتبدأ تكرر فيه فوق وتحت زي ما عملنا في السقف، أو على طول بقى هو مش هيبان معايا هروح أعمله كده وخلاص. أفضل بس أخرجه سنتي ولا حاجة.
واقول له خلي لي مثلا ده 50. برضه هخليه ممكن دبل سايدد وممكن يبقى انفيزيبل غير مرئي، وهنشيل افكت ريفليكشنز ده عشان ما يبانش في الانعكاسات. وبعدين نبدأ ندخل الاتنين دول مع بعض، مثلا نخليها واحد زي ما احنا كنا عاملينها. نبدأ نرندر تاني كده ونشوف النتيجة، بس هنشيل الريكتانجل ده كده. ده كده الرندر النهائي للإضاءة. طبعا ممكن يبقى فيه شوية تعديلات كمان بعد كده ان شاء الله هنعملها بالكاميرا، وممكن نحط اضاءة تانية وهكذا. بس ما نبدأ نحط الفرش الاول. التلفزيون تمام طلع مظبوط، شكله مظبوط شوية. الاضاءة طالعة سليمة. الانعكاس على البلاط طلع ماشي مفيش مشاكل. طبعا الاعدادات انا عاملها قليلة جدا، فهتلاقيها مبكسلة شوية، وهتلاقي ان في نغبشة بدأت تظهر كده، هنبقى نعالجها ان شاء الله بعد كده. نبدأ ندخل على الستاير برضو. هنلاقي الستاير احنا عندنا نوعين من الستاير. ممكن الستارة دي كده نعتبرها نوع، فنبدأ نحط فيه انعكاس سنة بسيطة. نخلي جلوسنس 7 مثلا. ودي مش بني للدرجة دي، نخليها شوية، نخليه حاجة بني كده. ممكن تبقى شفافة شوية، يعني مش شفافة أوي بس شفافة شوية. كده بقت قلبت ازاز خالص. ممكن نشيل الانعكاس اللي فيه. الانعكاس ده بيدي سنة لمعان كده لو انت عاوز تعمل ستارة الستان او الحاجات دي. ممكن نخليه انكسار، يعني حاجة زي كده. وبرضه التاني الابيض ده. بس هنا طبعا انا هحدد مشكلة الستاير ان هي بتبقى مكونة من سطحين، ففي سطح جوه احنا مش طايلينه ما بندلوش ماتيريال، فلما بتيجي تدخل منها اضاءة ما بتعديش الناحية دي ناحية الأوضة. هي بتبقى المفروض إن هي تنفذ من الستارة، لكن بيقابلها سطح شفاف فبتنفذ منه، لكن لما بتدخل جوه بيقابلها سطح مش شفاف خالص مفيهوش أي ماتيريال أصلا، فبتفضل محبوسة جوه في الستارة. فبالتالي لازم إن احنا نحدد الستارة كلها على بعضها، وبعدين كليك يمين ونبدأ نقول له Apply Material to Selection عشان تتاخد بالشكل ده. هتحس إن لونها بدأ يتغير شوية. نفس اللي احنا عملناه هنعمله بس على اللون الابيض. هاجي هنا وابدا اديله شفافية شوية، مش ممكن تبقى شوية اكتر. وممكن ابدا اديله انكسار، وممكن تديله سنة انعكاس بس مش مهم، يعني احنا هنجرب الاول لان احنا محتاجين ماشي مش محتاجين خلاص. طيب هنا الاضاءة عندي. الإضاءة عندي زي ما احنا شايفين كده، ممكن إن أنا أحط ريكتانجل بره هنا كأنه شمس، كأنها إضاءة جاية من بره. فهاجي هنا وأروح قايل له أنا محتاج إضاءة شمس هنا مثلا. طبعا احنا الإزاز ده مش هيبقى كده، هنخليه إزاز عادي. نديله ريفراكشن أو ريفليكشن، ونديله شفافية 100%. ونغلق ريفيو. تمام. نبدأ نديله إضاءة من هنا لهنا، وأقول له تاني ورا شوية. ممكن ان هي تبقى ظاهرة معاك، وممكن انك انت تقول له لا اخفيها لي invisible، وهتقول له affect reflections عشان ما تظهرش تأثيرها على البلاط والبتاع ده التلفزيون والسقف او اي حاجة فيها انعكاس هيظهر فيها المستطيل بتاع الإضاءة. هنسيب 30 زي ما هي مبدئيا، وبعدين نبدأ نقول له اعمل ريندر كده للجزء بتاع الستاير مع الإضاءة الخارجية دي.
هنلاقي ان الستاير بتاعتنا بدأت تشف بالشكل ده كده، وده المطلوب. احنا محتاجين الستارة تكون شفافة بالطريقة دي كده. يبقى احنا كده تمام. هنا بدأ يفرق كأن في نور، في فرق بين البلاط ده والبلاط اللي هو الناحية دي. تمام كده قوي. هنبدأ بقى نحط الفرش بتاعنا. طبعا هنا الإضاءة بدأت تبان، اللي احنا كنا حاطينها ورا بدأت تبان هنا اهي. نبدأ نفرش مع بعض بقى. هناخد جزء جزء كده معانا. هنتاخر السقف ده شوية، 10 مثلا. ونبدأ نحط، طبعا هنحفظ ده سيف از، نخليه 80. 2 1 مثلا. ونبدأ نحط الفرش. هنا هندخل على البلوك. أول حاجة تقريبا هنحطها اللي هي السرير. ندخله جوه، نعمل له روتيت. طبعا موضوع الفرش ده بقى ما مش مستاهل ان احنا نقعد نعيد ونزيد فيه. هاجي هنا واقول له قصر لي دي شوية عن كده مثلا. بعدين اجي هنا اقول له الماتيريال دي خليها لي ابيض، خليها لي بالشكل ده كده. لا، خلي دي ابيض. ممكن تديها انعكاس بالشكل ده. دي طبعا نفس النظام. هنا انت ممكن تدي ده هو ده. بس هتبدأ تديله الخصائص بتاعته اللي هي الانعكاس برضو. بس هنا هتبدأ تديله بروسنس، خليها مثلا 8 و8. طبعا في ناس بتستخدم الصور الأبيض وأسود، الماب الأبيض وأسود للخشب عشان تبين التجاذيع والتجاعيد اللي فيه. هي هنا مش مستاهلة يعني، هي الانعكاس يا دوب بيظهره كده ويبقى شكله حلو. مش مهم ان انا اظهر التجاعيد والفروق اللي بين العرق والتاني والكلام ده كله. يعني ده خشب، مش ارضية يعني. يبقى انا كده ظبطت السرير. هاجي هنا الاقي ان كان فيه المفروض كومودينو هنا، بس كومودينو مودرن شوية، مثلا 40 في 80. يطلع بره 40 مثلا. وبعدين نبدأ نعمله كومبوننت عشان هنكرره مرة كمان. وده ياخد مثلا نفس الماتيريال دي، بس ده هياخد الماتيريال البيضة اللي هناك، اللي هي هنا دي. بعدين أبدأ أنزله في مكانه. طبعا كده هيبقى مش متعلق مظبوط، ندخله في الحيطة. أتاخر السرير جنبه شوية أو أتاخره هو جنب السرير، يعني على حسب ما يعني. المفروض إن ده ديزاين يعني، مش هنتكلم فيه قوي. لا، احنا هنخليهم كده، فنجيب دورهم على هنا. يعني حاجة بالشكل ده كده. بعدين هتلاقي إن المفروض في سجادة هنا. هنقول له مثلا دي 3.5 في 2. 3 في نص في 2.
والسمك بتاعها مثلا 1 سنتي أو نص سنتي. هنيجي نبدأ نعمله جروب ونقول له اديلنا دي ماتيريال، هنختار أي ماتيريال كده عشوائية عشان نيجي جوه هنا في الديفيوز ونقول له عاوزين نحط بيت ماب. البيت ماب بتاعتك فين؟ هقول له أنا عاوز أحط السجادة ده وده في ريفيو. هنا بقى في السجادة اللي ممكن أحط الأبيض والأسود، ممكن محطهاش يعني. هنا شكلها ظريف برضه يعني، مش مستاهل إن أنا أحط. يعني ممكن أظبط السكيل بس شوية، يعني أخلي دي 1 أهي بس كده، يعني حاجة بالشكل ده. خلاص تمام، مفيش داعي إن أنا أحط حاجة تانية. هنا هنبدأ نحط الجلد اللي موجود هنا ده. أقول له في الديفيوز حط لي بيت ماب، البيت ماب بتاعتك اللي هي الجلد على اللي هو ده. كي ريفيو اللي هو الجلد ده كده. الجلد طبعا بيبقى فيه انعكاس عادي شوية، مش هخليه 1.55، أنا ممكن أخليه 2.5 مثلا. وبعدين أبدأ أقلل الجلوسنج بتاعه برضه، أخليه 8 وأخليه هنا 8 برضه. ممكن يكون كبير شوية فأبدأ أقلله وأخليه 2. يعني لحد ما الجلد يبقى بالشكل ده كده. عاوز تحط في البامب أو تحط هنا بتماب أبيض وأسود بنفس التجاعيد دي عشان يديك الشكل ده كده. هنا برضه لو عاوز تحط في الريفلكت دي، يعني ايا كان المهم انه يطلع شكله واقعي شوية. تمام كده. طبعا بقى باقي البلوكات اللي هي الديكورات والكلام ده كله، مثلا عندي الأباجورة. أبدأ أحط الأباجورة، أجيبها هنا. الأباجورة دي محتاجة إن احنا نجربها، نخلي دي 1.5 مثلا أو 1.2. أديلها أي ماتيريال. هاجي من هنا وأقول له والله ماتيريال سelection عشان تتاخد كلها على بعضها. وبعدين هاجي من هنا وأقول له عاوز أحط بيت ماب. البيت ماب بتاعتك مثلا وليكن اللي هي دي. طبعا لو جيت تعمل لها أي شفافية مش هيجرى لها حاجة. ليه مش هيجرى لها حاجة؟ لأن لازم أشيل العلامة دي الأول، بعدين أبدأ أقول له بريفيو. ما يخلص بريفيو فيبدأ تبقى شفافة معايا. نفس اللي عملته في عنصر الإضاءة اللي عند التلفزيون هعمله هنا. هحط السفير برضو وابدأ اقول له ان دي 250 مثلا. طبعا القيم دي انا بحطها كبيرة لان انا كنت مجرب قبل كده فهتطلع قريبة شوية من اللي انا كنت عامله. وبعدين برضو لو محتاجة انها تقل او تزيد يعني مفيش مشاكل. invisible، وهنا هنقول له affect reflections اللي هنا هيتحط هناك. اخليه شوية كده. عاوزين نرندر بس الغشرة كده نشوف هتتظبط ولا مظبوطة ولا لأ. ممكن ناخد لقطة سين تاني من هنا زي ما انا كنت واخد حاجة من هنا. طبعا دي المفروض تطلع فوق شوية. هنقول له احنا عاوزين سين من هنا برضه ايه، وارجع اقول له ندخل الكلام ده 10 ونقول له رندر كده. كده تقريبا اغلب الحاجات اللي احنا عاملينها بدأت تظهر.
بدأ يظهر الشغل اللي في الإضاءة هنا، بدأت تنور اهيت. ممكن نزودها شوية عشان تظهر اللسعة بتاعتها على الحيطة. ممكن تسيبها زي ما هي كده، هي كمجرد ديكور بس. هنا بدأ يبان الانعكاس بتاع الجلد ده، بدأ يبان انعكاس الخشب. هنا دي لازم تبقى مش شفافة للدرجة دي، يعني نقلل الشفافية شوية. هنا الانعكاس اللي احنا عاملينه في الأبيض ده المفروض انه يقل أو يتشال عشان يبقى واقعي أكتر. ممكن نشيله، يعني هنيجي هنا ونبدأ نشيل ده كده، ونقول له الانعكاس بتاعك ده مش عاوزينه، ريموف، فيرجع أبيض زي ما هو. هنيجي على الشفافية بتاعت دي ونقللها، نخليها حاجة زي كده تقريبا، يعني ممكن أكتر كمان، يعني ممكن نخليها كده مثلا. يعني برضو على حسب ما تظبط معاكم، ممكن تكبر دي الإضاءة تخليها أكتر من كده. آه طبعا بقى المفروض إن احنا نفرش بقى شوية، يعني مش هيبقى لحد كده وخلاص. لسه في شوية الفرش الباقيين، ولسه في العريس وعروسة اللي كانوا بيرقصوا سلو دول، اللي احنا عاملين الأوضة أصلا عشانهم. هو هنيجي هنا مثلا نحط الكتب، وهنبدأ نشتغل على الشجر أنا تقريبا ما كنتش حاطط شجرة، فنبدأ نحط شجرة. الكتب دي أنا حاططها لكم. العناصر بتاعة الديكور دي لو محطوطة هنحطها، مش محطوطة هنجيب مكانها، يعني هنحط مكانها. طبعا هنا انا كنت حاطط اي اس، ما كنتش حاطط فوق اي اس. انا كنت حاطط هنا بس، انما فوق لا. طبعا الحاجات اللي ورا دي فوتوشوب، اللي هو الخلفيه اللي ورا دي. ناقص بس حاجه بسيطه اللي هي الاعدادات. هنعمل لها فيديو صغير منفصل عشان الناس بس ايه ما تستكترش الفيديو ده. يا رب تكونوا استفدتوا في الفيديو ده، وان شاء الله نكمل في الدرس الثالث في الاعدادات بتاعه الفي راي، وازاي نخلي الاضاءه اوضح شويه، او جوده الصوره ونقائها اجود، يعني احسن شويه من كده، او اجود شويه من كده. يا رب تكونوا استفدتوا في الدرس ده، وكان معكم محمد نبيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.